ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ رجعت لكم بعد غياب، بقالي فتره، بقالي اسبوع وما نزلتش حاجه. قلت النهارده بعمل لكم صينيه بطاطس بالدمعه والفراخ. يلا بينا نشوح الفرخه الحلوه دي، نشوحها كده، نحط لها التوابل الحلوه بتاعتها وايه، ونشتغل بقى ونشوف مطبخنا ناقصه ايه وعايز ايه ومحتاج ايه. انا جبت هنا اهوت شويه فلفل وكزبره وشويه جنزبيل، وادي 3 فصوص حبهان هنحطهم كده ماشي، ونشوح فيهم، ونجيب بصلايه نحطها. يلا، وادي البصلايه اللي قلت عليها. نبتدي بقى نشوف ايه، نشوف الفتحه بتاعتنا كده تتشوح تشويحه حلوه عشان الزفاره تروح منها. هغلي بقى الميه في الكتل وانزل بيها على الفرخه. يبقى كده خلاص خلصنا الفرخه بتاعتنا، ونبتدي في معالم بقى صينيه البطاطس. يلا استنوني بقى. انا هنا حطيت الميه اهي، وهغطي عليها كده اهي، ونسيبها بقى ايه تاخد وتدي مع نفسها كده بشكل ودي، نبقى نرجع تاني عشان صينيه بطاطس. وعملنا هنا اهو الفرخه، حطينا عليها الميه بتاعتها بعد ما شوحناها، وحطينا بقى الحبهان والفلفل. ما حطيناش ملح، احنا بنحط الملح قرب السوا عشان لحمها ما يشدش مننا ويطلع مش حلو. يلا بينا بقى ايه، نغطي عليها ونسيبها تكمل السوا بتاعها، ونبدا بقى احنا نعمل ايه، نعمل صينيه البطاطس بتاعتنا. او النهارده مش هعملها بصينيه، هعملها في حله كده على قدنا، تكفي 4 انفار او 4 افراد وبس على كده. يا رب تعجبكم بقى النهارده، خليكم معايا. يلا بينا بقى نعمل صينيه البطاطس. صينيه البطاطس سهله جدا، انا بقى هعملها دقيه بطاطس ماشي. هي كل الحكايه ان انتي تحطي المقادير على بعض، فاحنا ايه كاننا بنجمع حاجات بسيطه كده ماشي. هنعملها مكعبات كده ماشي، ومش هتاخد مننا وقت خالص. قطعنا البطاطس كده مش لازم نعملها في صينيه كبيره، لو احنا عدد افرادنا مش كبير نعملها في صينيه او في حله صغيره كده، عشان حتى ايه اللي ما بيحبش الاكل البايت ما تباتش، يعني يدوب على قد الاكله وخلاص. يلا بقى كده حاولي يبقى ايه القطع تبقى يعني قد بعضها، علشان مفيش حته تستوي وحته ما تستويش، تبقى البطاطس مش حلوه. قولولي بقى بتعملوا صينيه البطاطس ازاي، بتحبوها عامله ازاي؟ هخلص الكميه دي بقى وارجع لكم ماشي. يلا بقى نعمل ايه، نقطع البصل كده شرايح
وعندي التوم هنا برضو اقطعه كده. مش هنفرم حاجه يعني، احنا بس ممكن نفرم ايه، نفرم الطماطم بتاعتنا وخلاص على كده. عايزه تفرمي انتي كل حاجه افرميها، لكن انا بعمل عمال ايه، استعجال بقى، اللي هو يعني انا مش قادره اقف كتير، وعايزه اعمل اكله حلوه برضو في نفس الوقت. فبقول خلاص يعني واحد ممكن يعمل كده حاجه مستعجله وسريعه. احنا الطماطم دي كده قطعناها على الوش ماشي، وعايزين نضرب بقيه الطماطم كده عشان يبقى معانا برضو دمعه متسبكه. ما تعتمديش على الطماطم وبس ان هي متقطعه حلقات وخلاص، لا، افرمي طماطمتين برضو. او لو عندك بقى صلصه، خدي كده ايه معلقه ودوبيها، معلقه اكل كبيره من الصلصه ودوبيها وحطيها. هفرم بقى الطماطمتين دول واحطهم وارجع لكم بقى واحنا على البوتاجاز بنسوي. اديني فرمت الطماطم ماشي، نبتدي بقى نشوف هنحط عليها توابل ايه. هنحط شويه فلفل اسود، هنحط رشه ملح برضو، كمان شويه ملح، نحط كده فصين من الحبهان. يبقى احنا كده خلصنا خلاص البطاطس بتاعتنا. يلا بينا نحطها على البوتاجاز. ونحط عليها شوية زيت، ونبدأ بقى ناخد من الشوربة بتاعتنا ونحطها عليها. ويبقى كده خلصنا صينية او دقية البطاطس المستعجلة قوي قوي. مستعجلة ليه؟ مستعجلة علشان انا خارجة وعندي مشوار مهم جدا، في نفس الوقت مش عايزة اجيب دليفري ولا عايزة اكل بره، عايزة الولاد ياكلوا حاجة من البيت، فعملتها مستعجلة عشان كده. يبقى احنا فاضل لنا ان احنا نعمل شوية رز وبس على كده، ونتقابل بقى في الايه، صح انتوا كده حفظتوني، نتقابل في الفينش النهائي واحنا بنصور الاكله بتاعتنا وخلاص على كده. يلا استنوني هرجع لكم بقى بعد ما اكون عملت الرز. طبعا انتوا شطار قوي، شطار جدا، وعارفين الرز بيتعمل ازاي. ال3 كوبايات رز عليهم 3 كوبايات ميه، ومعلقه الشاي نملاها ملح، يبقى كده عندنا احلى رز. وشويه الزيت، اوعوا تنسوا الزيت لا يتحرق مننا بقى وتقولوا ايه ده اتحرق. بس كده نغطي بقى على الحله بتاعتنا الحلوه دي كده، يبقى احنا كده خلصنا. ادي الفراخ، ادي البطاطس بتاعتنا، ونعمل الرز ونتقابل على الفينش والتقديم. استنوني. وادينا خلصنا، وادي الفينش اهو، ادي الرز عملناه، وادي الشوربه الحلوه بتاعتنا، وادي البطاطس السريعه السهله خلصناها بسرعه، ما اخدتش معانا تلت ساعه على النار وكانت زي الفل. وادي الفراخ الحلوه بتاعتنا حمرناها التحميره الحلوه دي، بص شكلها ولد حمام. ايه رايكم؟ يا رب الاكل يكون عجبكم،
وما تنسوش اللايك والشير، ما تنسوش بقى، ومستنيه تعليقاتكم عشان تعليقاتكم بجد بتفرحني وبتشجعني ان انا اكمل. اتمنى الاكله تكون عجبتكم وساعدتكم وعرفتكم ان في اكل ممكن يتعمل بسرعه ومن غير مجهود. انا اتمنى ان الحاجه تكون عجباكم، واشوفكم بكره ان شاء الله في وصفه جديده واكله جديده، وسلام.